بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي النهاردة أكلتنا كلها في حاجة واحدة علشان نسهل على بعض. يعني ايه، احنا الجو صيف وحر، فمش عايزين نعمل بقى ايه دبكة ومواعين كتير. فأكلتنا النهاردة كلها هنعملها في صينية واحدة زي ما انتوا شايفين. قطعنا البطاطس عشوائي كده زي ما تحبي، يعني زهقنا من الحلقات والصوابع في التحمير. فدي احنا ايه قطعناها كده مكعبات تكون كبيرة، تكون تخينة ما تكونش خفيفة، علشان تتاكل بالشوكة كده تبقى حلوة جدا. طبعا بجيب التوم وقرن فلفل كده حلو وسبايسي وشوية ملح، واروح ماسكة ايه دقاهم ونعماهم وادعك بيهم البطاطس. بتفرق كتير جدا في الطعم، بجد بجد بتبقى طعمها حلو قوي. هروح دعكة التوم مع البطاطس كلها كده. بعد كده بقى معايا بصلاية مقطعاها جوليان، على قرن فلفل حامي، على طماطم برضو مقطعاها كده. يعني ايه حاجة كده ايه سهلة ان انا اعملها، وفي الطريقة دي بتبقى جميلة جدا. بروح خلطة طبعا الطماطم بالفلفل بالبصل الشرايح بنفس الطريقة كده. هبتدي بقى ايه اتبل بقى، احط ملح وفلفل اسمر، التوابل زي ما تحبي، بس انا اكتفيت بالفلفل الاسمر والملح، لان طبعا المكون اللي هحطه التاني برضو حطاله التتبيله زي ما انتوا شايفين. هجيب اللحمه المفرومه واحط عليها كده ايه، همسك كده بصلتين وراح ايه عاملاهم في الكبه منعماهم، وهنزل بيهم على اللحمه بتاعتي. بحط بقى ايه البهارات بتاعتي، وبحط الملح والفلفل الاسمر طبعا اساسي مع البصل ومع اللحمه المفرومه دول. يعني هما ايه مع بعض، يعني لازم لحمه مفرومه وبصل يبقى فيه فلفل اسمر ضروري، بيدي كده نكهه وحاجه جميله جدا. بحط هنا معايا في الوصفه بتاعتي ربع معلقه بيكنج باودر، صدقوني بجد بتفرق جدا وهتشوفوا النتيجه. ببتدي طبعا اللحمة بتاعتي بعد ما تبلتها كورتها كور كده بطريقة كده ايه حلوة، يعني ما صغرهاش قوي ولا كبرها، تبقى كور كده ايه وسط. وابتدي احطها مع خلطة البطاطس بالطماطم بالبصل كله مع بعضه في يعني صينية واحدة. هنعمل فيها الكفتة بالبطاطس وجبة متكاملة فيها كل حاجة. ممكن اعمل جنبيها شوية سلطة حلوين جدا جدا يعني. اللي حابب يعمل شوية رز مفيش مشكلة، شوية مكرونة كمان مفيش مشكلة، بس هي حتى لو اتاكلت كده مع بقى سلطة وعيش تبقى جميلة جدا. طبعا انا لما كورت اللحمة سبتها شوية كده في التلاجة تمسك نفسها، ما غابتش يعني ايه، شوية كده صغيرين. بعد ما كورت اللحمة بتاعتي وحطيتها في الصينية، حطيت طبعا ايه بصل وطماطم تاني كانوا فاضلين حطيتهم. ومعايا طبعا مطرح ما فرمت البصل حطيت شوية مية، كوباية مية بس فقط لا غير، بحطها علشان خاطر البطاطس تستوي تبقى واخدة راحتها. بحط طبعا معلقتين كده من السمنة البلدي، هتديني طعم حلو قوي، مش كتير لان اللحمة المفرومة طبيعي بيبقى فيها نسبة دهون. فانا حطيت معلقتين سمنة بلدي بس تديني ايه اعزز الطعم بتاع صينية البطاطس الجميلة اللي انتوا شايفينها. وحطيت طبعا قرن فلفل كده خرطته وحطيته معاها. هبتدي بقى ايه احطها كده ايه على النار زي ما انتوا شايفين. بعد ما حطينا بقى كله، وفيه كان شوية بطاطس جوليان على قرن فلفل تاني قطعته وحطيته بعد ما حطيت الكفتة بتاعتي وكله مع بعضه. وهبتدي بقى ايه احط لها كده، يعني هي كوباية مية بس فقط لا غير، لان طبعا الطماطم والحاجات دي هتنزل السوائل بتاعتها. اكلتنا النهاردة ما خدتش وقت كتير، كله في صينية واحدة.
حياة كفتة مع البطاطس مع كل حاجة. وصفتنا جميلة، طعمها روعة جدا. لو الناس كده تحب تاكلها كده بالشوكة وسلطة جنبيها وعيش كده بلدي سخن، تبقى تمام، جميلة جدا. احنا في صيف وعايزين نسهل على نفسنا وما نتعبش ونقف كتير في المطبخ. وصفتنا النهاردة سهلة وجميلة، وكله بيتعمل في صينية واحدة. الكفتة روعة والبطاطس كانت مرملة، يعني بصراحة طعمها حلو جدا جدا. الوصفة دي هتعجبكم. الناس اللي عايزة تعمل أكلة سريعة متاخدش وقت، هي ما خدتش وقت، يعني بصوا 5 دقايق كان كله اتعمل، وهي استوت في بالكتير قوي ربع ساعة. يا رب الفيديو يعجبكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.